أصدرت محكمة الجنايات في دبي بالإمارات العربية المتحدة حكمها بسجن روان بن حسين 6 أشهر وتجريمها 20,000 درهم إماراتي مع الإبعاد عن الدولة. وجاء الحكم بعد أن نفت النيابة العامة في دبي ادعاءات الفنانة والفاشينيستا الكويتية حول ما هو متخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي. وجاء في بيان أشره حساب مكتب دبي للإعلام على موقع إكس ردا على ما هو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما تروج له الفنانة روان وهي من جنسية خليجية من ادعاءات حول ما هو متخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي. وأوضحت النيابة العامة لإمارة دبي إن التحقيقات أظهرت أنها قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام محدثة شغبا، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظا نابية أثناء اعتيادهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبث في القضية. وأكدت النيابة العامة في البيان أن سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه أو الإخلال بمطالبته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرقة. وشددت النيابة العامة على أن كل من تسول له نفسه خرق القانون سيكون قيد المسألة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل إنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائرا مكرما.